دايما بيطلع تصريحات على لسان ممدوح عباس ان هو مش عايز كابتن حسام وان هو ضده، لكن راجل يعني بكلامه ان هو نجم وعمل فرقه بملاليم وانه بيعيش الكوره وانه مدرب قدير، ولكن ليس وقت حسام حسن حاليا. هو سؤالك اللي انت قبل ما الفاصل وكلامك الاستاذ ممدوح، اولا انا عايز اقول حاجه، الاستاذ ممدوح رئيس نادي كبير وله الحريه في اختيار اي مدرب او اي لعيب، ده في النهايه هو بيتسال عليه قدام الجماهير. لكن انا عايز السؤال اللي انت قلته، العلاقه اللي ليه الجمهور كل الحمد لله الجماهير اللي انا في اي نادي رحته والناس او في انديه ما رحتهاش الجماهير بتنادي بيها. يعني في اول الموسم اللي فات، يعني هديك مثال، نادي المحله كان بيمر بظروف صعبه، فلقيت جمهور المحله بيطالب ان احنا نكون موجودين. نادي الاسماعيلي لحد الان، يعني انا هقول لك يمكن ليا الشرف، يمكن في مدربين ما حصلت لهمش الموضوع ده يا حازم، ان انا اشتغلت من ضمن 3 انديه من اكبر انديه، من اكبر يعني من 4 انديه في مصر، يعني ما عدا الاهلي، يعني الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري. ال4 انديه دولت ان انا اضرب منهم 3، دي حاجه تشرفني في يعني نتيجه ايه؟ مش في اسمك بس، مش موضوع اسم، موضوع شغلك، موضوع ان الجماهير مقتنعه بشغلك. الادارات بعد ما بتتعامل معاها، هل الجماهير كافيه يا كابتن؟ ما انا هقول لك، الادارات اللي انت بتشتغل معاها، يمكن حتى نادي الاتصالات اللي انا اشتغلت فيه، ان انا مسكت الفريق بعد الكابتن حلمي كان فاضل 8، خلاص يعتبر رسمي نزل درجه ثانيه، كان فاضل 8 ماتشات، جبت 32 بونت في 8 ماتشات في من 8 ماتشات، يعني وصلت للنقطه 32. اوكي. وكان ساعتها كان النقطه كان عنده 20 بونت او 19 بونت تقريبا يا حازم. وكسبت الفرق اللي هي اللي المفروض كانت اللي قعدت، اللي كانت المفروض تنزل، يعني بترول اسيوط. في انديه مثلا زي الاهلي والزمالك خسروا من بتروجيت هناك، انا بالفرقه دي كسبت، عملت نتائج مع الاسماعيلي ومع بتروجيت. فانا قصدي وصلت لنقطه 32. المهندس محمد عبد الرحيم كان رئيس النادي، صمم ان انا اشتغل بعد كده، رغم ان النادي الظروف اللي حصلت، ماتش الاتحاد والمحله، ان الناس نزلت وناس ما قعدتش، ما علينا. فعملت حاجه بعد مدربين كان خدوا الامكانيات الكبيره كلها. كابتن حلمي خد امكانيات كبيره جدا في النادي المصري مع الحاج سيد، الامكانيات الماديه واللاعبين اللي جابهم، وبعد كده بيجيب الفرقه قبل الهويه، زي ماتش المصري. حلمي كان في المصري قبل ما تيجي، كان في المصري في الفرقه لما تسابها قبل الاخير، وكان في الاتصالات لما سابها ونزلت. فانا مسكت بعديه فبدون امكان يعني، وقبلت المهمات دي. يعني مش المدربين اللي جت ايه، يعني مثلا مستر مانويل جوزيه او كابتن حسن شحاته من الناس اللي عايز فرقه جاهزه. دي اسهل، ممكن اي حد يعملها على فكره. مش انا هاخد من الكلام ده، انا مش عايز ابعد عن الكلام اللي قاله الاستاذ ممدوح. طب انت شايف الكلام اللي قاله الاستاذ ممدوح مثلا، هل ده ايجابيه يعني نقطه ايجابيه ان هو مثلا راجل مقتنع ومعترف بقدراتك الفنيه وان انت بتقدر تعمل فرقه، وان هو انا هاخد الكلام الايجابي اللي انت، هو قال حاجه ايجابيه ليه، حاجه في صالحي، ان انت عملت فرقه كويسه ولعيبه صغيرين. الاصعب ان انت تلاقي مدرب حازم، وانت طبعا بخبرتك وعارف ان الاصعب على اي مدرب ان هو يكون فريق جديد وصغير او يعني كوكتيل من المجموعه القدام والصغيرين. والاكتشاف اللعيب الصغير اصعب يا حازم من النجم. ما انت ما النجم ما معروف، هتجيب ميسي ولا رونالدو ولا هتجيب شيكابالا سهل، ولا ابو تريكه، ما هم جاهزين. هتجيب مش عارف فلان وليد سليمان، ما جاهزين. لكن الصعب ان انت دلوقتي عندك واحد بقيمه محمد ابراهيم. انا برضه مش عايز اديله للاحساس انا بتكلم ان محمد ابراهيم دلوقتي كان هو الامل دلوقتي في نادي الزمالك بقى. ده انت حطيت رصيد لنادي الزمالك مادي كمان، لما تيجي تبيعه انت يعني انت حاجه كان ببلاش ومحدش شايفه ولا حتى مدرب منتخب الناشئين، وبقى نجم مع عمر جابر، احمد توفيق. المجموعه دي كلها ما كانش ليها قيمه ماديه او حد يعرفه. هي دي الاصعب. لكن السهل مع اي مدرب، مش اي مدرب على فكره ممكن تعط اللبس، ممكن يشتغل بنجوم، لان النجوم دي هيجيبوا يقول لك هلعب بطريقه كذا كذا سهله. لكن الاصعب ان انت ما انا هقول لك ان انت تجيب ولاد صغيرين، حد يعرف يسخر النجوم بشكل قوي يعني. ما انا يعني لا حضرتك تقول اي حد يعمل فرقه لو فيها نجوم، فبقول لحضرتك بس اصعب. ايه الاصعب يا حازم؟ طب انا عايزك في النقطه دي، انا عايز بس اتكلم على كابتن الاستاذ ممدوح، حته ان ده وقت اجنبي. وقت اجنبي. انا عايز اقول للاستاذ ممدوح، لما نادي الزمالك كان في المركز ال 14 كان مين ماسك نادي الزمالك؟ اجنبي. لا مش اجانب سهلين، هنري ميشيل، كاستال، كلهم اسامي كبيره جدا في المستوى على اللي مسكوا في الوطن العربي او في بعض الدول الاوروبيه او منتخبات عريقه زي المغرب والكاميرون والسنغال، يعني مسكوا اماكن كبيره ومسكوا في الدوري الفرنسي. طيب
حازم ما نجحوش. وأنت فاكر ليك الفتره نجاح. دي يا حازم؟ صح. على فكره كان ولا واحد من مجلس اداره نادي الزمالك، يمكن باستثناء يعني باحساسي بيك ان انت ممكن انت كنت عايزنا في الوقت اللي نادي الزمالك كان مركز ال 14. ليه الاستاذ ممدوح؟ بالعكس ده نادي الزمالك بقيمه نادي الزمالك معرض للهبوط. ليه رحت جبت حسام حسن؟ حسام ابراهيم والجهاز اللي موجود. ليه؟ لو انت ده الموقف الاصعب يا حازم، ان انت كنت المفروض بقى لا ده وقت مدرب اجنبي بخبرات. لا هو الموقفين مختلفين يا كابتن، يعني نعم. خلينا نختلف. مع انت 14 او 13 ده مش موقف طبيعي، محتاج حد فعلا يبقى عارف الفرقه ويقدر يعمل لهم الحاجات. لكن ده مثلا وقت انت بتلعب في افريقيا في دور الثمانيه وما عندكش دوري، فعندك لسه مساحه من الوقت. يعني قصدي الاوقات، يعني النقطه تمام. هنا اصعب بكتير فواحد مصري، لكن هنا عنده وقت. ده من وجهه نظره يعني. تمام. ان هو عنده وقت، لسه الدوري هيبتدي بعد شهرين، فيجي مدرب اجنبي. بس صح ايه بقى؟ ان انت تجيب مدرب اجنبي ما يعرفش حاجه عن الفريق، ما يعرفش حاجه عن الدوري المصري، تجيبه وانت صرفت حوالي 85 مليون تقديريا، يعني 13 لعيب عقود وفلوس اللعيبه 85 مليون جنيه. انت لازم تحيي الفلوس دي. يعني مثلا لما يجي من ريال مدريد او برشلونه اي نادي كبير، صح. لما يجي يحط ميزانيه حازم قبل بدايه الموسم، بيقول انا هلعب بطوله اوروبا وهلعب على الدوري يعني هنافس على بطولتين. فبناء على طموحاتي يا حازم بحدد ايه الفلوس اللي انا هدفعها. فانت دلوقتي انت 85 مليون يا حازم لازم. 85 مليون ده يا كابتن ده كان في الوقت اللي انت بعد ما مشيت فيه. تمام صح. خليني اخد الوقت ده. انا مش عايز انط في حته معلش بس معانا تقييم نحطه بالمره عشان احنا بنتكلم في الكلام ده، وهرجع لكلام حضرتك تاني. بمناسبه الخمسه، يعني كان الوقت ده كله وقت من الكابتن